هذا الرجل قال لزوجته: والله لو أخرجتي خضرة حزمة جرجير واحدة من الباب أنت طالق. هذه القصة يرويها عبد الله المهيدب على قناة المجد في برنامج الأقاويل، مع تواتر سند الراوي القصة المروي عنه. القصة حقيقية. هذا الرجل معه مزارع خضار، وزوجته كانت ممن في نفوسهم الخير للآخرين والفقراء والمساكين، فكانت تطعمهم، تعطيهم حزمة جرجير، كزبرة، خضار، بصل، طماطم، كل شيء متوفر بالمزرعة. المزرعة تزرع كل شيء. يوم من الأيام أحد شياطين الإنس، مع أنه كان يعلم أن زوجته تتصدق بنية دفع البلاء، بنية زيادة الرزق، فاللهم أعطي كل منفق خلف وكل ممسك تلف، الملائكة تدعي هكذا للمنفقين والممسكين. هنا يعلم أن زوجته تخرج للفقراء، لا يتكلم. يوم من الأيام أحد شياطين الإنس عندما اجتمع معه في أحد المجالس قال له: اسمع، أنت كل سنة تخرج زكاتك، الزكاة عن مالك أموالك، فلا يوجد أي داعي أنك تتصدق. زوجتك هذه، الزوجة هذه سوف توصلك إلى الفقر. الفقر سوف يطرق بابك في أحد الأيام. لماذا؟ لأن زوجتك تتصدق على كل شخص يأتي إليها باليوم ما لا يقل عن 50 امرأة ورجل. يعني بالعقل يكلمها كذا بالمنطق، ويحاول قدر الإمكان أنه يقنعه، يقول: امنع زوجتك عن ماذا؟ عن التصدق. هنا الزوج عاد ومعه فكر. عرفتم الفكرة اللي أنطعم بالقرآن المذكور: أنطعم من لو أشاء الله أطعمهم. يعني يتحققون أن الله قادر على إطعامهم، فهم يحجبون صدقاتهم عنهم، عن هؤلاء الثلة الفقراء. والفقير فقير النفس، وهذا فقير النفس أنا أراه. فراح إلى زوجته، ماذا قال لها؟ ما قال لها: قللي النفقة، يعني عدها مقبولة شوي، قللي صدقاتك، قللي إخراج الخضار، الكزبرة، الطماطم، البصل، البقدونس، كل الأشياء المذكورة للفقراء، خفضيها شوي. لا، قال لها بالحرف الواحد: يمين الله أنت طالق إذا أخرجت من هذا الباب عصبة جرجير واحدة. هنا زوجته حاولت أن تثنيه بالكلام. قال لها: أطعمنا المساكين والفقراء، الله قادر يطعمهم، فمن أنا؟ يكلمها كذا. هذا تجبر وبغي. يوم من الأيام أتت زوجة الغني هذا امرأة حالتها سيئة، وتريد منها عصبة كزبرة على بصل على طماطم على بقدونس. هنا الزوجة قالت لها: والله زوجي قال لي بالحرف الواحد أنه سوف يطلقني ويخرجني من المنزل إذا أخرجت عصبة واحدة من الجرجير، فيكون مصيري المصير الحتمي الطلاق. أعتبر نفسي طالقة، ولا أريد أن أخالف شرع الله، لأنني علمت بالأمر، والأمر كان موجه إلي، وإذا خرجت صدقة من المنزل من على الباب، سواء علم أو لم يعلم، فسوف أحرم عليه. الامرأة مشت وهي تبكي والدموع تنهمر من عينها. هنا الزوجة دعت إليها من أحد النوافذ، قالت لها: تعالي، لأن زوجها منع عليها أن تتصدق من الباب إذا أخرجت شيء من الباب، فهي أخرجت من الشباك وأعطتها ماذا؟ عصبة الجرجير وكزبرة وبصل طماط، الله يجزاها خير. يوم من الأيام عاد زوجها إلى النوم على فراش واحد، على سرير واحد، زوجين، إلا ويصحي من النوم فزعان، أتاه كابوس أو حلم، يتصبب العرق، نبضات قلبه سريعة، وكأنه عضلاته مهترية، وكأنها أتى من عمل شاق. قالت له زوجته: سم الله، استهدي بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش اللي حصل؟ قال لها: رأيت أشخاص يمشون بعدي يلحقون بي والسهام بأيديهم ويطلقون السهام علي، وأنا أتفاداها، حتى سقطت إلى الأرض والتفت إليهم